بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن وصف المدن الحرة في أوروبا في العصور الوسطى وأهم منشآتها الاجتماعية. اتسمت المدن الأوروبية في العصور الوسطى بالصغر، كما أن عدد سكانها كان قليلا، ولا يدل على ذلك من أن مدنا كبرى مثل البندقية وميلان وباريس كان عدد سكانها الواحدة منها يزيد على 100,000 نسمة بقليل. ورغم ذلك لعبت مثل هذه المدن دورا كبيرا في الحياة السياسية والاقتصادية، فمدينة مثل البندقية أصبحت إحدى أهم القوى البحرية أواخر العصور الوسطى، بل أصبح لها مستعمرات خارجية وتجارة دولية نشطة جابت الآفاق. وكانت هذه المدن عند تأسيسها تحيط نفسها بسور لحمايتها من الأعداء، وكان موقع هذا السور يتغير باستمرار، بمعنى أنه كلما تطلب الأمر توسيع المدينة بضم بعض الضواحي القريبة منها والتي كان يقطنها بعض الطبقات الغفيرة، كان يتم إزالة السور القديم ويشيد سور جديد ليضم هذه الضواحي. كما كان يحاط بسور المدينة من الخارج بخندق لتحصينها، وعند الباب الرئيسي للمدينة يوجد جسرا متحركا فوق الخندق يمكن رفعه أو إنزاله حسب الحاجة لدخول وخروج الأفراد والبضائع من وإلى المدينة. وانقسمت المدينة إلى عدد من الأحياء يسكن كل حي جماعة من أصحاب الحرفة الواحدة، وكانت هذه الأحياء تتكون من مجموعة متلاصقة من المباني التي يفصل بينها مساحات ضيقة، وأقيمت مجموعة من البوائك على هيئة حوانيت في بعض الشوارع. وقد انتشرت هذه الظاهرة في بعض مدن إيطاليا وفرنسا وألمانيا، وكان يعيب هذه المدن ضيق شوارعها رغم اتساع المداخل الرئيسية للمدينة، وكانت القذارة هي السمة الغالبة على هذه الشوارع. كما اعتمد أهالي هذه المدن على مياه الآبار، ونتيجة للقذارة وتلوث مياه الآبار في بعض الأحيان وقع كثير من أهالي هذه المدن فريسة للأمراض، وارتفعت نسبة الوفيات بينهم. وعندما كان يحل الليل كانت هذه المدن تغط في ظلام دامس، مما أدى إلى انتشار اللصوص وقطاع الطرق، وهو الأمر الذي كان يشكل خطر كبيرا على المرة. ولما كانت مساحة المدن محدودة، فإن ذلك انعكس على ارتفاع ثمن الأراضي، مما دفع أهالي هذه المدن إلى تشييد المباني المرتفعة ذات الطوابق المتعددة لاستيعاب السكان، وبالتالي كانت إيجارات الأماكن المعدة للسكن مرتفعة للغاية. وقد حاولت السلطات داخل المدينة السيطرة على ارتفاع المباني، ووضعت عدد من الضوابط، أهمها ألا يعلو المبنى على مستوى ارتفاع كاتدرائية المدينة أو دار البلدية وهو مقر الحكم. وكان من نتيجة ذلك أن اكتظت الغرف بعدد كبير من النزلاء. أهم المنشآت الاجتماعية، وكان مبنى الكاتدرائية من أهم معالم المدينة، وهو يعلو كافة مباني المدينة وتقام فيه الصلوات، كما أنه كان مركزا للنشاط الاجتماعي، فقد تجمع الأهالي للتعارف والاحتفال بالأعياد وتناول الطعام. وقد لعبت الكنيسة دورا مهما في المدن الأوروبية في العصور الوسطى، حيث أنشأت دار لاستضافة الغرباء، وقدمت إليهم كافة الخدمات التي يحتاجونها. كذلك أنشأت بعض الملاجئ للعناية بالفقراء والمحتاجين، وأنشأت دار لمن أقعدهم المرض، حيث وجدوا في هذه الدار كل ما يحتاجون إليه من وسائل الراحة والرعاية. وكانت دار البلدية من المعالم المهمة في المدن، وهي مقر إدارة المدينة واستقبال السفراء، وفي بعض الأحيان كانت تستخدم لإقامة الحفلات الخاصة بالمناسبات السعيدة عند طبقة الأثرياء. أما الطابق الأرضي في مبنى البلدية فقد استغل كسوق تجاري عرضت فيه بعض البضائع. وعرفت المدن الأوروبية في العصور الوسطى نظام الحمامات العامة، والتي يقصدها الناس مرة أو مرتين أسبوعيا للاستحمام والنظافة. وكانت الحمامات بمثابة منتدى اجتماعي، فقد التقى فيها الناس وتجاذبوا أطراف الحديث وتعرفوا على أخبار المدينة وتناولوا الطعام، ولم يفرق في ذلك بين رجل وامرأة، فقد كانت الحمامات مفتوحة أمام الجنسين، ولم يكن ذلك غريبا في مجتمع المدينة الأوروبية في العصور الوسطى. وكانت المستشفيات من المؤسسات المهمة التي قدمت خدماتها للناس داخل المدن،
وقد اطلعت المؤسسات الدينية بجهد كبير في تشييد مثل هذه المستشفيات التي لم تقتصر على علاج الرجال الدين، وإنما قدمت خدماتها الصحية لعلاج الأهالي. وكان هناك بعض المستشفيات التي اختصت بالأمراض المعدية. وعرفت المدن أيضا نظام الحجر الصحي في الأديرة نظرا لبعدها عن مناطق التجمعات السكنية. وأخيرا يأتي سوق المدينة الذي كان يقع أمام مبنى الكاتدرائية، ولم يأتي اختيار هذه الموقع لإقامة السوق من فراغ، فقد كانت الكاتدرائية مركز النشاط الديني والاجتماعي في المدن، ومن ثم كانت مقصدا لأعداد كبيرة من الأهالي، وهو الأمر الذي كان مهما لرواج النشاط التجاري بالسوق، حيث تجمع عدد من الباعة لعرض سلعهم وبضائعهم. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله، وشكرا على حسن الاستماع.